مباراة الرد على كل الشامتين والحاقدين وكل الناس اللي شككت فيكم. بقالكم أكتر من سنة ولا سنتين بيتشكك فيكم. بقالكم أكتر من سنة ولا سنتين وبيتقال على الأهلي إنه اشترى الطرماي، بيتقال على الأهلي إن هو اشترى اللعيبة العواجيز اللي جاية تشطف في النادي الأهلي. بيتقال عليكم إن كل لاعب عايز يعمل له قرشين بيجي دلوقتي النادي الأهلي، فأنتوا الواجب عليكم مش في وقت تاني، لان انتوا لو ما ردتوش دلوقتي مش هنقبل منكم برد في اي وقت تاني. الوقت ده هو الوقت المناسب انكم انتوا تردوا على كل الناس وتخرصوهم وتخلوا كل واحد يحط لسانه جوه بقه. مباراة الترجي والنادي الاهلي واللي الكاف مصمم ان هو يعاديك كنادي اهلي بان هو يحط لك حكم مغربي اسمه رضوان جيد، حكم اقل من المتوسط، حكم مش من النخبة، حكم جاي يظلمك زي ما اتظلمت في مباراة الذهاب في رادس، زي ما اتحسب عليك ضربة جزاء ما هياش ضربة جزاء، زي ما برضه اتفوت عليك ضربة جزاء بكل فجور. فالحكم ده جاي يظلمك، جاي علشان يطلعك من البطولة. فعلى لعيبة النادي الأهلي وإداريين النادي الأهلي وإدارة الأهلي إن هم يكونوا عارفين حاجة زي كده. طيب هنعمل إيه؟ ولا هتعمل اي حاجة. لو انت كنت هتعمل من البداية، كنت احتجيت على الحكم ده ان هو ما يحكملكش المباراة بتاعت بكرة. ولكن خلاص انت بالنسبة لك ما احتجتش، فخلاص رضوان جيد هو اللي جاي هيحكم المباراة هتكون الساعة 8. مباراة انا بشوف ان هي اهم مباراة مش في الموسم بل في تاريخ النادي الاهلي. مباراة ما ينفعش انك انت اخسر في اي حال من الاحوال. مباراة ما ينفعش انك انت ما تصعدش منها، والا هيكون بالنسبه لك الموسم موسم صفري بامتياز، موسم مش هتاخد فيه اي حاجه. لان بمنتهى البساطه انت لما تطلع من البطوله الاقوى في القاره، فاعتقد انك انت لما ترجع للدوري المصري مش هيبقى عندك اي دوافع انك انت تكمل. واعتقد كمان بفقدانك لبطوله دوري ابطال افريقيا او الصعود للدور اللي بعد كده اللي هو دور الأربعة، فأنت مش هيبقى عندك الدوافع إنك أنت تكمل في الدوري المصري. وأعتقد كمان إن الدوري المصري هتخسره. فبتمنى إن الكلام ده ما يحصلش. بتمنى إن اللعيبة تكون بكرة في أعلى تركيز ليها. بتمنى إن اللعيبة يعملوا اللي عليهم. بتمنى إن كل فرد موجود في الفريق، كل فرد موجود في فريق النادي الأهلي يعمل اللي عليه، سواء بقى من لاعبين أو مدرب أو إدارة. وهنا بقى الكلام ده هياخدنا للمدرب شويه، لان المدرب قال كام حاجه النهارده استوقفوني او مش هينفع ان انا اعديهم. انا طبعا مش هعلق على كل اللقاء الصحفي اللي هو بتاع ما قبل المباراه، ولكن هعلق على كام نقطه. الكام نقطه دول اي حد فاهم كوره الكام نقطه دول هيكونوا مستفزين بالنسبه له. ايه هم النقط دي؟ اولا ان انت عندك مدرب حرفيا، والله العظيم يعني لو كان اللي بيتكلم فيه ده فعلا حقيقة فده فعلا مدرب ووجوده في النادي الأهلي يعتبر جريمة. ليه؟ لأن بمنتهى البساطة لما تكون أنت بتجيب لاعب عارف اللي هو إزاي، اللي هو زي ما أجيب حارس مرمى أقول له العب خط وسط، أقول له العب دفاع، أقول له العب هجوم، أقول له العب جناح. لما أكون أنا عندي لاعبين المفروض اللعيبة دي معروف أماكنها في كل فريق راحوا فيه ولعبوا فيه، هم بيلعبوا في المكان الفلاني. يعني مثلا أشرف بن شرقي معروف ان هو بيلعب جناح ايسر على عدلته، بحيث ان هو يقطم ويشوط او حتى يعدي واحد على واحد كويس جدا لان دي عدله. فانت سيادتك لما انت تجيبه من جناح الايسر فتحط لي جناح يمين، فانت يعتبر قضيت على 50% بل اكتر من كده كمان من قوه اشرف بن شرقي. دي حاجه تانية. قوه احمد سيد زيزو معروفه ان هي في الجناح اليمين. يعني احمد سيد زيزو معروف ان قوته كجناح يمين، فسيادتك لما تروح تجيبه في نص الملعب انا ممكن اتفهم حاجه زي كده ان انت تعملها على سبيل مثلا المفاجاه، ممكن تعملها في مباراه من المباريات، ممكن تعملها لما يكون عندك نقص مثلا في نص الملعب. فبناء عليه انت بتضطر انك انت تجيب لاعب مثلا جناح ممكن يكون يعني بيعرف يلعب في وسط الملعب. لكن لو انت عندك فعلا القناعة ان انت صح فدي والله العظيم في حد ذاتها جريمة في حق النادي الاهلي. واللي قعدك في النادي الاهلي بعد مباراة الترجي لو حصل اي تراخي او حصل اي خسارة لا قدر الله فيعتبر هو بيجرم او اجرم في حق النادي الاهلي. دي نقطة. النقطة التانية محمد علي بن رمضان لما بيتسأل عليه قال ان انا اللاعب فضلت ان انا ما اخليهوش يلعب مباراة
رادس علشان خاطر هو اصلا كان من الفريق ده وصعب جدا ان هو يلعب ضد فريقه. شفنا لاعبين كتيره جدا من ضمنهم عبد الله السعيد كان بيلعب في الاهلي لمده سنين كتيره جدا، ورجع بعد الحادثه الشهيره بتاعت الزمالك. بعد كده راح بيراميدز، اول مباراه ليه سجل هدفين في النادي الاهلي. مانويل جوزيه كان بينزل عماد متعب اللي كان بيتشتم من جماهير الزمالك، يقول له روح اسمع الشتايم بتاعت الجماهير وتعالى علشان انت هتكون اساسي. انت متخيل؟ دي شخصيه مدرب. شخصيه المدرب اللي هي بالطبع بتنتقل من المدرب للاعب. فلما يكون المدرب شخصيته قويه فاللاعبين عنده برضه هيكون الشخصيه بتاعتهم قويه. ولكن حته ان انا قعدته عشان خاطر الضغوط وعشان خاطر ما يلعبش ضد فريقه السابق، انا دي بصراحه مانيش فاهمها ومش لاقي لها اي مبرر خالص. فالموضوع محتاج مدرب ذكر، مدرب يبقى عارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه، مدرب عارف قيمه الفريق اللي هو بيدربه. ولكن من الواضح كده ان الطروب لا هو عارف قيمه التيشيرت ولا هو عارف قيمه الفريق اللي هو بيدربه. فخلينا معاه للاخر ولما نشوف ايه اللي هيحصل. بنتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره في مباراه الساعه 8 بكره. مباراه انا قلت لا تقبل القسم على 2، مباراه ما ينفعش انك انت تكون بتلعب على اي حاجه غير انك انت تكسب. مباراه رد اعتبار والله يا جماعه، انا بعتبرها ان هي مباراه رد اعتبار، مباراة الرد على كل الشامتين والحاقدين وكل الناس اللي شككت فيكم. بقالكم أكتر من سنة ولا سنتين بيتشكك فيكم، بقالكم أكتر من سنة ولا سنتين وبيتقال على الأهلي إنه اشترى الطرماي، بيتقال على الأهلي إنه هو اشترى اللعيبة العواجيز اللي جاية تشطف في النادي الأهلي، بيتقال عليكم إن كل لاعب عايز يعمل له قرشين بيجي دلوقتي النادي الأهلي. فأنتوا الواجب عليكم دلوقتي مش في وقت تاني، لان انتوا لو ما ردتوش دلوقتي مش هنقبل منكم برد في اي وقت تاني. الوقت ده هو الوقت المناسب انكم انتوا تردوا على كل الناس وتخرصوهم وتخلوا كل واحد يحط لسانه جوه بقه. في النهاية بنتمنى ليكم التوفيق، بنتمنى ان يحبط مخطط فوزي لقجع ويحبط مخطط الترجي التونسي والكاف بقيادة متسبي اللي هو طبعا عايز يطلعك انت بره البطولة علشان خاطر يخلص منك وما تلعبش صن داونز اللي بنسبة كبيرة تحدد ان هو تأهل للدور القادم، دور الأربعة. بنتمنى ان شاء الله الرجالة تكون على قد الموعد، الرجالة تقاتل في أرض الملعب، اعمل اللي عليك والنتيجة والتوفيق في الآخر بتاع ربنا. ودي نهاية الفيديو، ولو انت اول مرة بتشوفني بتمنى تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وما تنساش تعمل لايك وتصلي على النبي في التعليقات، واشوفك على خير في فيديو جديد. سلام.